اهلا بكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هقولكوا ازاي تعملوا السكارف ده. طبعا مش محتاجه اقولكوا قد ايه الشكل خطير جدا. بصوا الوانه عامله ازاي، يعني بجد تحفه. طبعا الطريقه سهله جدا وممكن نتعمل في يوم واحد بس او اقل كمان. كل اللي انتم محتاجينه هو ان انتم تركزوا في الشرح وبس كده. يلا بينا نبدأ. طبعا هنحتاج خيط اكريليك باللون ده، او ممكن تستخدموا الوان تانية زي ما انتوا عايزين. بس انا عندي خيط ملون زي ما انتوا شايفين، ازرق فابيض كده. وكمان هنحتاج ابرة 5.5، او ممكن عادي تستخدموا 5، يعني عادي جدا مش هتفرق خالص. والشطف برضه، ولكن ده اختياري، فلو انتوا عايزين تحطوه هيدي شكل حلو للكرب ويدي اجواء البحر وكده. ولكن لو انتوا مش عايزين عادي خالص يعني. وطبعا هنحتاج المقص والإبرة، بس أهم حاجة الإبرة تكون الفتحة بتاعتها واسعة عشان نقدر ندخل الخيط جوه. طبعا أنا هسهلكم الإضاءة عشان تعرفوا تشوفوا الشغل كويس. أول حاجة هنسحب الخيط وبعد كده هنلف الخيط حوالين الصباعين على شكل المقص. وبعد كده هنجيب معانا الإبرة وندخل الإبرة جوه وهنسحب الخيط لبره. طبعا اللي احنا بنعمله ده العقدة البداية. المهم احنا هنشد الخيط زي ما انتوا شايفين ونقفله كويس. بعد كده بقى هنبدأ نعمل السلاسل. احنا المفروض نعمل 10 سلاسل. اول حاجة هنلف الخيط حوالين الابرة من ورا وبعد كده ندخل الابرة لجوه. يعني هنلف الخيط حوالين الابرة من ورا وهنسحب الخيط لبره زي ما انتوا شايفين. وطبعا هنستمر بالشكل ده لغاية ما نوصل ل10 سلاسل. وبالراحة كده هنلف الخيط حوالين الابرة وهنسحب الخيط لبره. بس اهم حاجة ان انتوا تكونوا ماسكين الخيط وانتوا بتعملوا سلاسل عشان ما يتفكش منكم. طبعا احنا كده خلصنا، عملنا ال10 سلاسل. هنبدأ بقى نعمل غرزة الحشو، بس هنعملها في الغرزة اللي قبل الأخيرة. طبعا مش هنلف الخيط حوالين الإبرة ولا حاجة، احنا هندخل الإبرة على طول جوه الغرزة. بعد ما دخلناها هنسحب الخيط لبره. يعني هنلف الخيط حوالين الإبرة وبعد كده هنسحب الخيط لبره. هيبقى عندنا حلقتين، فهنلف الخيط حوالين الإبرة وبعد كده هنسحب الخيط لبره الحلقتين دول. يبقى احنا كده عملنا غرزة الحشو. وطبعا دلوقتي بقى هنعمل 5 سلاسل. هنلف الخيط حوالين الإبرة من ورا وبعد كده هنسحب الخيط لبره، وهنعمل كمان مرة هنلف الخيط حوالين الإبرة ونسحبه لبره بالإبرة. وبعد ما عملنا 5 سلاسل هنعمل غرزة الحشو في آخر غرزة. هندخل الإبرة على طول جوه الغرزة. أول ما ندخل الإبرة جوه هنسحب الخيط لبره، وهيبقى معانا حلقتين بالشكل ده. وهنلف الخيط حوالين الإبرة وهنسحبه لبره الحلقتين دول. وبكده يعتبر احنا كده عملنا أول سطر بالشكل ده. ولو تلاحظوا ان احنا عملنا غرزتين مفتوحين بالشكل ده، يعني كل غرزة في مساحة فاضية. المهم احنا كده بعد ما خلصنا أول سطر هنعمل دلوقتي 7 سلاسل. وزي ما احنا متعودين هنعملها بالراحة. هنلف الخيط حوالين الإبرة وهنسحب الخيط لبره. دلوقتي بعد ما عملنا 7 سلاسل هنلف الشغل بتاعنا وبعد كده هندخل الإبرة جوه الفراغ ده أو الغرزة المفتوحة دي. وأول ما ندخل الإبرة هنسحب الخيط لبره وهيبقى معانا حلقتين، فهنلف الخيط حوالين الإبرة ونسحبه لبره الحلقتين. طبعا احنا كده يعتبر عملنا أول حتة. دلوقتي بقى هنعمل 5 سلاسل. وبعد ما عملنا 5 سلاسل هندخل الإبرة جوه الغرزة اللي بعديها. هندخل الإبرة جوه وبعد كده هنسحب الخيط لبره. هيبقى معانا حلقتين زي ما احنا عارفين، وبعد كده هنلف الخيط حوالين الإبرة وهنسحبه لبره الحلقتين دول.
ودلوقتي بقى هنعمل كمان مرة، هنعمل 5 سلاسل وهندخلهم في نفس الغرفة. طبعا احنا بنعمل ليه في نفس الغرفة عشان نزود غرزة في السطر التاني، يعني كل سطر بنزود غرزة في نفس الغرفة عشان السكارف ده على شكل مثلث، فلو تلاحظوا ان السكارف من البداية صغير وبعد كده بيكبر بيكبر بيكبر، فاحنا لازم في السكارف ده لازم نزود غرزة في نفس الغرفة. وبص بقى السطر التاني بقى 3 غرف، يعني السطر الاول كان غرفتين، دلوقتي بقى في السطر التاني بقى 3 غرف. فاحنا بقى هنفضل نعمل الشكل ده لغاية ما نكبر السكارف بتاعنا، وزي ما احنا عملنا في السطر التاني هنعمل 7 سلاسل. طبعا بعد ما عملنا 7 سلاسل هنقلب الشغل بتاعنا، وهندخل الإبرة جوه الغرزة الأولى اللي هي الغرزة المفتوحة دي. طبعا انتوا هتلاقوا أول غرزة قدامكوا اهي، هتدخلوا الإبرة جوه الغرزة المفتوحة دي، وبعد كده هنسحب الخيط لبره، هيبقى معانا حلقتين، هنلف الخيط حوالين الإبرة ونسحبه لبره الحلقتين، وبكده احنا عملنا غرزة الحشو. ودلوقتي بقى المفروض هنعمل 5 سلاسل، وبعد كده هندخل الإبرة جوه الغرزة اللي بعديها، وأول ما دخلنا الإبرة هنسحب الخيط لبره وهنلف الخيط حوالين الإبرة ونسحبه لبره الحلقتين دول. هنعمل كمان مرة، هنعمل 5 سلاسل، وندخلها بقى جوه الغرزة اللي هي الأخيرة دي. بعد كده هنسحب الخيط لبره وهنلف الخيط حوالين الإبرة وهنسحبه لبره الحلقتين، وزي ما قلنا هنعمل كمان مرة في نفس الغرزة، يعني هنعمل 5 سلاسل وبعد كده هنعمل غرزة الحشو في نفس الغرزة. فطبعا احنا كل سطر بنزود غرزة في نفس الغرزة اللي هي الغرزة الأخيرة. دلوقتي بقى احنا كده يعتبر عملنا 4 غرف في السطر التالت، يعني يعتبر لو احنا في السطر الرابع هنكون عملنا 5 غرف. دلوقتي بقى هنعمل نفس الحاجة، هنعمل 7 سلاسل، وبعد ما نعمل 7 سلاسل هنقلب شغلنا، وبعد كده هنعمل غرزة الحشو في أول غرزة، وهنسحب الخيط لبره وهنلف الخيط حوالين الإبرة ونسحبه لبره الحلقتين. ودلوقتي بقى هنعمل 5 سلاسل، وبعد ما عملنا 5 سلاسل هنعمل غرزة الحشو في الغرزة اللي بعديها، وهنعمل كمان مرة لغاية ما نوصل للغرزة الأخيرة، بس الغرزة الأخيرة دي لازم متكرر فيها مرتين، يعني هنعمل فيها غرزتين حشو. فاحنا دلوقتي احنا عملنا 5 سلاسل، هندخل الإبرة جوه الغرزة اللي بعديها وهنعمل فيها غرزة الحشو، وهنعمل 5 سلاسل كمان مرة. بعد ما عملنا 5 سلاسل هندخلها في الغرزة الأخيرة، وزي ما قلنا الغرزة الأخيرة لازم يتكرر فيها مرتين. طبعا بقى خلصنا واحنا دلوقتي في السطر الرابع عملنا فيها 5 غرف، فانتوا دلوقتي هتكملوا نفس الشكل لغاية ما توصلوا الحجم اللي انتوا عايزين. فانا دلوقتي انا هكمل نفس الشكل لغاية ما اوصل للحجم مثلا متوسط، يعني انا مش عايزة السكارف يبقى كبير خالص ولا صغير، لا يعني ايه في الوسط. طبعا بقى استنوني اخلص وارجع لكم. المهم الحمد لله انا خلصت ووصلت للحجم اللي انا عايزاه، يعني عملت في يعني ايه في المتوسط. وطبعا الحجم المتوسط ده مناسب جدا لو انتوا عايزين تعملوا له كرف او مثلا سكيرت، يعني ايه انا انصحكم ان انتوا تعملوا في الحجم المتوسط احسن.
بس برضو عادي جدا ان انتوا تعملوا بحجم كبير او يغير، وطبعا انتوا حرين فيها. المهم هقولكوا ان الغرزة الاخيرة مش لازم تعملوا فيها مرتين، بما ان انتوا خلاص وصلتوا النهاية، فمش لازم بالغرزة الاخيرة تعملوا فيها مرتين، لا اعملوها مرة واحدة بس. فانا دلوقتي انا بعمل 5 سلاسل، وبعد كده هدخل الابرة في الغرزة الاخيرة وهسحب الخيط لبره. هيبقى معانا حلقتين، هنلف الخيط حوالين الابرة ونسحبه لبره الحلقتين، وبكده احنا يعتبر كده خلصنا السكارف. وطبعا محتاجين المقص عشان نقص الخيط، بس اول حاجة قبل ما نقص لازم نعمل سلسلة كمان، وبعد كده بقى نقص بقى الخيط. طبعا احنا بعد ما نعمل سلسلة واحدة هنسيب كده مسافة طويلة، وبعد كده بقى نقصه بالمقص. اهم حاجة لازم نشد الخيط كويس جدا عشان ما يتفكش مننا. زي ما انتوا شايفين انا عمالة اشد جامد قوي، يعني خلاص انا ايديا وجعاني، بس عشان ما يتفكش مننا لازم نشده جامد قوي. طبعا احنا كده خلاص قربنا نخلص، بس احنا فاضل لنا حاجات بسيطة، هو ان احنا ندخل الخيط جوه، وبعد كده هنستخدم صدف وكده نكون خلصنا. طبعا بقى هنستخدم الابرة ديت اللي هي الفتحة بتاعتها مفتوحة شوية عشان نقدر ندخل الخيط جوه. فاحنا بعد ما قصينا الخيط هندخل بقى الخيط جوه الابرة. طبعا الخطوة دي سهلة جدا، احنا بس مجرد ان احنا هنربط الخيط كويس وهندخله جوه بحيث ان هو ايه ما يشافش. احنا كده يعتبر الحمد لله خلصنا ودخلنا الخيط جوه. احنا كده خلصنا عملنا السكارف، بس فاضل تفصيلة كده بسيطة اللي هي الصدف، فاحنا هنحط الصدف وخلاص. فلو انتم مش عايزين تحطوا الصدف عادي جدا، احنا كده يعتبر عملنا السكارف كده خلصنا، بس انا هوريكم ازاي تحطوا الصدف، فيلا بينا نعمله مع بعض. طبعا هنجيب معانا الصدف وهنفتحه بقى وهنحط بقى الصدف واحدة واحدة. هوريكم بقى الطريقة بجد سهلة جدا اصلا وما بتاخدش وقت طويل خالص. وطبعا الصدف ليه انواع، يعني في اشكال كتيرة قوي بالصدف، فانا اخترت النوع ده، فيلا بينا نحطه مع بعض. هنطلع دلوقتي صدفة واحدة، وبعد كده هنجيب الخيط اللي هو نفس الخيط اللي احنا اشتغلنا عليها، فاحنا دلوقتي هنشيل مسافة طويلة وبعد كده نقصه بالمقص. بعد بقى ما قصينا هندخل الخيط جوه الصدفة. دلوقتي بقى هنربطه في اول حتة كده من تحت كده، او اول غرزة من تحت هنربطه بقى من تحت. بس اهم حاجة الوش الصدفة لازم تكون قدام، يعني مش من ورا، لا يعني ايه الوش الصدفة لازم تكون من قدام. وهنربط بقى الصدفة ربطتين كويسين اوي. احنا دلوقتي كده ربطنا اول صدفة، فهنكمل الباقي بنفس الشكل.
وبكده يا جماعة احنا كده خلصنا اول جزء، بجد يا جماعة شكلها تحفة. ولسه بقى هنعمل الطرف التاني بنفس الشكل. طبعا بقى الحمد لله خلصنا وحطينا الصدف في الطرفين دول، زي ما انتوا شايفين قد ايه شكلها حلوة قوي. وطبعا السكارف ده مناسب جدا للبحر وكده، فلو انتوا مسافرين او كده لازم تعملوه بجد. طبعا انا دلوقتي بقص الاطراف عشان كل صدفة تكون متساوية في الطول. الحمد لله خلصنا وعملنا السكارف، بجد شكله حلو قوي ومناسب جدا للبحر. ولو عجبكم الشرح اعملولي لايك وسبسكرايب، فبس كده وقولولي رأيكم في الكومنتس واستنونا في الفيديو اللي جاي. فبس كده، سلام.